بعد وفاة الفنانة نيفين مندور مختنقة في شقتها في الإسكندرية تحديدا في منطقة العصافرة، ومفيش على لسان الناس إلا الجملة ديت: زوج نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك هو اللي خلص عليها. الجملة دي اتقالت بعد اتهامات المساعدة للفنانة نيفين مندور بالكلام ده، وهي اللي اتهمت زوجها ان هو كان السبب في وفاتها. طبعا هتقولولي ازاي ومفيش حد بلغ من اهلها، بس المساعدة قالت كلام غريب جدا وده خلى الشكوك كبيرة قوي في الموضوع وفاتها، واتمنى انه يتم فتح التحقيق تاني في قضية وفاتها. ايه اللي حصل بالظبط؟ الساعة 7:15 الصبح بالظبط الجيران لقوا ان في دخان كثيف جدا طالع من شقة الفنانة نيفين مندور، واللي ما يعرفهاش هي اللي كانت عملت دور فيحاء في فيلم اللي بالي بالك مع محمد سعد الفنان المعروف طبعا. فبعد ما دخلوا كده، الشيء الغريب ان هما كان جوه الشقة لقوا زوجها، يقال ان كمان الخدامة كانت موجودة في الشقة، بس زوجها ده كان موجود 100%، بس ما حصلوش اي حاجة. اللي ماتت في اوضتها هي الفنانة نيفين مندور، بيقولوا ماتت مختنقة، وكان في نار كثيف جدا، نيران كثيفة جدا جوه الأوضة، وبيقولوا ان هي ماتت من كتر الخنقه. هتقولوا لي طب هي ما هربتش ليه يا جماعه؟ هي كانت عامله عمليه تغيير مفصل للركبه قبل الحادثه دي ب20 يوم، فما قدرتش ان هي تهرب. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، طب لما زوجها كان موجود في الشقه، طب هي ما عرفتش تهرب، طب هو ما ساعدهاش ليه؟ يعني هو اكيد مش مغير هو كمان مفصل ركبه، طب هو ما ساعدهاش ليه؟ يعني يشيلها ان شاء الله، يجرها اي حاجه، يكسر باب الاوضه اي حاجه، بس في يعني علامات وعلامات استفهام كتيره جدا. اللي زود العلامات دي هي المساعده اللي طلعت وقالت واكدت في احدى التسجيلات، يعني في المداخلات الهاتفيه، وقالت ان زوجها هو اللي عمل كده. ده اتهام كان واضح وصريح من المساعده بتاعت نيفين مندور، وقالت ان هي ما خدتش معاها في الاسكندريه، كانت موجوده في مصر، بس قالت ان في خلافات كانت ما بينهم، وان هو عمل كده فيها علشان كان طمعان في فلوسها. الكلام ده كلامها هي وعلى مسؤوليتها الشخصيه، يعني مش كلامنا ولا اتهامنا، لان احنا مش جهات تحقيق، بس احنا بنطرح الكلام اللي بيتقال من الناس المقربه ليها. مع ان في ناس تانية قالوا لا طبعا هو كان بيحبها، وان هو كان هو اللي عامل لها العملية دي، وان هو بيقولوا ان هو كان رجل اعمال، معرفش بيشتغل ايه، بس بيقولوا رجل اعمال صغير كده، بس هو اللي كان عامل العملية وكان مبسوط لما نجحت العملية، وكان عامل لها وليمة لأهل الله لما نجحت العملية، فاستحال ان هو يعمل كده. عموما مفيش اي اتهام من اهل نيفين مندور لزوجها، وهم ما عملوش اي حاجه. وجهات التحقيق قالوا ان تقرير الطب الشرعي قالوا يعني التقرير المبدئي ان كان في سيجاره تقريبا كانت في ايديها، وهي وقعت من ايديها، ودي مسكت في المكتبه، وده كان السبب اللي حصل في اوضتها. ده الكلام الاولي، بس بيقولوا ان هو طلعوا تصريح بالدفن ليها وكده. بس انا عايزه برضو اطرح سؤال: هل بعد الاتهامات اللي ذكرتها مساعده الفنانه نيفين مندور بحق زوجها، اهلها ما هل هيسيبوا حق الفنانه كده؟ يعني هما لو شاكين فيه هيسيبوا حقها؟ اكيد مش ماسك عليهم زله يعني. عموما انا اتمنى ان التحقيق يتفتح من تاني، وفعلا يشوفوا هل فعلا دي وفاة قضاء وقدر، ولا في شبهة جنائية في الوفاة دي. الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. وعايزة اسمع رأيكم، هل انتوا شايفين في وفاتها هل شبهة جنائية ولا حادثة قضاء وقدر؟